بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايب متابعينا على قناة على اليوتيوب، أهلا بكم. القصيدة الجاية دي قصيدة بعنوان الإهمال وانعدام الضمير. ده على هامش حادث وقوع عمارة في أسيوط في شارع التربية والتعليم تقريبا، وكان ضحاياها 9 أفراد للأسف الشديد، كلهم من الأطفال. رجاء اسمعوا القصيدة بعد اسمعوا التعليق، واسمعوا القصيدة كاملة والتعليق بعد القصيدة إذا كان هناك في مساحة عندي في التليفون. بقول صرخت قلت يا ناس يهو فين الضمير؟ فين وقطار الصعيد لاقى المصير؟ سألت قلت يا ناس يهو ايه الخبر؟ قالوا القطار يا بن حارك في الزمهرير، وابن يهرول مسرعا الحقوا ابن الكبير، ورأيت قد دوت صرخاتها ابن الصغير، ورأيت أجساد قد استوت فتفحمت، فالنار لا ترحم غني أو فقير، فالنار لا ترحم غني أو فقير. سألت عجبا هل القطار فيه غني لينحرق؟ قالوا لا، محدود معدوم فقير، والفقر مسواه السعير. داع القطار يا خلقه، داع القطار والخلق فيه يا للعجب، وكأنها القشة التي قسمت ظهر البعير. ولما صحي من الضمير سألت قلت يا ناس يهو فين الضمير؟ فين الضمير لما عمارة بتنهدم بعد شهور، لما الرشاوي توزعت حتى يشرد المرور؟ فين الضمير؟ فين الضمير والمرأة رفعت في وجه الراجل سطور، وفي كيس بلاستيك كان مصيره على الجسور، وفي كيس بلاستيك كان مصيره على الجسور. فين الضمير؟ فين الضمير لما الجثث تنسرق من القبور، حتى القصور عششت فيها القبور؟ فين الضمير وما فيش محبة بين البشر؟ الأم عادت بنتها والأب من ابنه غيور. ولما صحي من الضمير صرخت قلت يا ناس يهو فين الضمير؟ فين الضمير لما الأرانب تنسرق من البنوك، وبسرعة وفي لمح البصر بيهربوك، وتلاقي نفسك في لحظة برا البلد، وتلاقي نفسك في لحظة برا البلد تربي الأرانب في الهنا وتعيش عيشة الملوك. ولما قلت لصاحبي فين الضمير وهسفرك، ولما قلت لصاحبي فين الضمير وهسفرك، قال لي فين الضمان خليك معايا وطمنك، قال لي الضمان خليك معايا وطمنك، هرسل لك تجاون الأرانب ينفعوك. يومين وجاني يقول لي سلام يا صاحبي، يومين وجاني وقال لي سلام يا صاحبي. ودعته وقلت ابقى افتكر وحياة أبوك، ودعته وقلت له افتكرني حياة أبوك. ولما صحي من الضمير صرخت قلت يا ناس يهو فين الضمير؟ فين الضمير؟ فين الضمير لما نشوف الفساد ونسكت عليه، ونروح نقول كله تمام يا فندم خلاص يا بيه؟ ما هو الفساد في الأصل مش عايد عليه، ما هو الفساد في الأصل مش عايد عليه، وهو الفساد في الأصل منه وليه. ومن الشبع راح للطبيب يشتكي من علة فيه، ده من الشبع راح للطبيب يشتكي من علة فيه. قال الطبيب ما عندكش حاجة، قال له الطبيب ما عندكش حاجة، العب رياضة ارقص باليه، ولا انت فاكر انه فقري زي حالي؟ ولا انت فاكر انه فقري زي حالي؟ رحت للطبيب اشكي حالي واعرف عندي ايه. رد الطبيب علي بسرعة وهم، قال لي عندك فقر جيب وفقر دم، قال لي عندك فقر جيب وفقر دم، إياك تاكل لحمة وتشرب نسكافيه. قلت اللحمة عندنا لها مواسم، أنا قلت للحمة عندنا لها مواسم، مرة في رمضان ومرة في الضحية، والتبذير حرام أنا مش واخد عليه. بص لي بصة طويلة وراح عض في إيديه، بص لي بصة طويلة وراح عض في إيديه. قال لي روح لحالك يلزمك سباك وعلبة لكيه، قال لي روح لحالك يلزمك سباك وعلبة لكيه. جلس معايا راجل فقير، جالس معايا راجل فقير، صرخ وقال يا ناس يهوه فين الضمير؟ ولما تعبت من السؤال عن الضمير رفعت وشي للسماء أسأل المولى القدير. جات الإجابة من السماء بصوت عالي جهير، ما فيش ضمير عند البشر، ما فيش ضمير عند البشر، تلاقي الضمير عند الكلاب والحمير. رجعت تاني أصرخ وأقول يا ناس يهوه فين الضمير؟ دي قصيدة بمناسبة على هامش سقوط عمارة في محافظة أسيوط. وطبعا سعادة البيه المحافظة تحرك، والمجالس المحلية تحركت، والأعضاء مجلس الشعب تحركت، وكله يقول وكله أدلى بدلوه في القصة دي. وإحنا ده حالنا طبيعي، ما واخدينش بقضية الوقاية خير من العلاج. إحنا بنعالج بعد ما المرض يستأصل فينا. يا سعادة البيه المحافظ النهارده لما بتكون عمارة سعادتك واخدة ترخيص 4 أدوار ولا 5 أدوار وتحت الترابيزة وديها،
وبعد كده بتبقى 20 دور، هوبا تقع العمارة، هوبا ندور على المهندس، هوبا ندور على ياهو في هي منحسب الأول. في سقطت العمارة لما سقطت ضمايرنا، سقطت العمارة لما سقطت أخلاقنا، سقطت العماير واتحرق القطر والسفينة غرقت والدنيا غرقت كلها، والتقاوي جت فاسدة من مش عارف منين. يما سقطت ضمايرنا سقطت كل حاجة، سعادة البيئة سقطت أخلاقنا، وسقط التعليم، وسقط العلم، وسقط المعلم، وكله سقط. يا سعادة الباشا اللي هدى الفساد في المحلات والمجالس المحلية يديهم. ياما يجي راجل في قرية غلبان مسكين فقير عايز يبني له دول لولده، عايز يجوز ولده، ويروح كان على نص قراط الطن وصالة ومطبخ وحمام. يجي هوبا يبني هوبا القرية بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يروح للمجلس 30 40 50 تليفون يبلغوا عنه. يجي سين من المجلس بعيد عن المحاضر وبعيد عن البتاع، اديله ياخد له قرشين ويتكل على الله. يروح سين يقول له صاد، يقول له اديني، يقول له اديك ربنا. يروح للزبون ده راجل غلبان وهيخاف من المحاضر، وهيخاف من المحافظ، وهيخاف من الوزير، وهيخاف من المسؤول، وهيروح عطيك. يروح عطيه سعادتك، ويجي سين وصاد يروح يفتنوا عليه نفس الحكايه، ويجي المجلس برضه يعمل له محضر وهلم جره، ويطلعوا مله ابو الراجل الغلبان الفقير اللي عايز يبني له دور يجوز ولده، عايز يجوز ولده. ارحموا الناس ربنا يرحمكم، ارحموا الناس ربنا يرحمكم. ليه طلعوا قانون يا جماعه؟ طلعوا قانون للبناء، خلي المجلس يجي ياخد إن كان ولا بد ولازما وحتما. ده الراجل بني دور واحد أو دورين، وعنده عيلين، عنده 3، عنده واد هيجوزه، عنده بنت هيجوزها. ليه حرام عليكم بتضيقوا عليه؟ والمجلس يخنق ويطلع ملة أمه. ليه؟ ارحموا الناس عشان ربنا يرحمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.